طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. فيديو النهارده هنتكلم عن المالتي ثريدنج في فلاتر وخصائص بقى الفيوتشر من ناحيه الاسync والاويت. يعني ايه اصلا اسync واويت، وامتى بنستخدمهم، امتى بيبقى استخدامهم كويس، وامتى مش هتبقى efficient enough ان احنا نستخدمها. وهنتكلم عن كونسبت جديد وهو الايزوليت، امتى الايزوليت بيفرق معانا في البرفورمانس بتاع الابلكيشن. كل ده هنتكلم عنه النهارده باكزامبل، وهنشوف الفرق على الانيميشن بتاعنا، هنشوف ازاي الكلام ده ممكن يعمل لاج في الابلكيشن بتاعك. بس قبل ما نخش في الكود بتاعنا محتاجين نفهم شيء نظري الاول. فطبعا معروف عندنا ان فلاتر سنجل ثريدد. يعني ايه سنجل ثريدد اصلا؟ عارف لما تروح تشتري السي بي يو مثلا فبيقول لك ده مالتي ثريد او مالتي كور ومالتي مش عارف ايه كل الكلام ده. طيب يعني ايه الثريد اصلا، او يعني ايه الكور اصلا؟ تقدر تعتبره زي ان هو بالنسبه لك. تمام، طبعا متفقين ان الكود بتاعنا في فلاتر بيمشي باي سيكونس، يعني انا ماشي من الكود 1 لحد 100، فانا الكود بتاعي ماشي بالترتيب لحد ما يقابل اسync او اويت عشان يبدا ان هو يفرمل لحد ما يخلص التاسكايه اللي في ايديه. فلو تخيلنا مثلا ده بتاعنا والمسار ده المفروض ان انا بعمل انيميشن. مثلا عندي دلوقتي الانيميشن طبعا عباره عن كذا فريم من الصوره، يعني الصوره فيها كذا فريم، بيبدا ان هو يرسم فريم كل ثانيه او كل كام ملي ثانيه عشان يبدا ان هو يعمل لك الانيميشن ويبقى الموضوع سموث. فهتلاقي ان هو بيعمل لك حاجه، او خلينا نكتبها بالتكست احسن. لو جينا هنا عملنا درو، وبعد كده رحنا جينا فاصلين، وبعد كده جبنا الدرو، فانت هتلاقي ان دي الاوبريشن اللي بتحصل كل شويه. هتلاقي ان هو بيرسم في الثريد بتاعك لحد ما يجي ويقابل فانكشن معينه عندك بتعمل async واويت. هتلاقي ان الاسync والاويت بتخليه يفرمل نوعا ما، يعني مش بتعمل بلوك، بس انت مش هتكمل غير لما تخلص التاسكايه دي. تمام، يعني معنى كده ان اي فانكشن او اي اوبريشن ما بعد الاسync والاويت مش هتحصل او مش هتتنفذ لحد ما الاسync والاويت بتاعتي تخلص. يعني انا مثلا لو رحت بجيب داتا من اي بي اي، فانا مش هنفذ اللي بعد الكلام ده كله غير لما اجيب الداتا بتاعتي وتبقى موجوده، سواء جبتها بسكسس او بفيل مش فارق معايا، بس المهم ان في ريسبونس في الاخر. تمام، طيب كل الكلام ده حلو، كل الكلام ده جميل قوي. طيب لحد ما تيجي ان انت بتعمل اوبريشن تقيله. اوبريشن تقيله زي ايه مثلا؟ زي ان انت بتعمل لود لفايل عندك على الجهاز لوكال يعني، وعايز تعمل له ريد او امبورت عندك في فلاتر ابلكيشن. زي مثلا الشباب اللي كان بتعمل في شركه من الشركات يعني من الكورسات، بتعمل ابلكيشن اسلامي او قران، وبتيجي تعمل امبورت لفايل جيسون بتحطه جوه الابلكيشن بتاعنا. طيب الفايل ده لو هو كام كيلو بايت فمقدور عليه عادي، الموضوع مش تقيل. بس بنتكلم على فيتشر معينه لما التاسكايه بتاعتك او لما الفايل بتاعك يكون مثلا 10 ميجا بايت او 5 ميجا بايت، يعني الفايلات فوق الميجا بايتس هتبدا ان هي تقيله نوعا ما. فانت عشان تعمل ريندر او تعمل امبورت للكلام ده في فلاتر ابلكيشن عندك، الموضوع ده هيبقى ضغط على الثريد بتاعتك. فانت لو جيت عملت له امبورت هنا مكان الاسync والاويت، هتلاقي ان ده بيعمل بلوك للمين ثريد بتاعك ومش هيكمل غير لما يخلص التاسك. فانت بالتالي لو انت بتعمل انيميشن هتلاقي ان الانيميشن بتاعك عمل دروب للفريم. فانت الانيميشن المفروض ان هي تبقى سموث وناعمه وكل الكلام ماشي مع بعضه، هتلاقي ان هي بتبدا تعمل دروب للفريمز عشان انت بتعمل كذا فانكشن تقال مع بعض، او انت بتعمل لود لحاجه تقيله انت قاعد بتعمل انيميشن او بتعمل درو للفريم بتاعتك. طيب هنا بيظهر كونسبت جديد اسمه الايزوليت. طيب ايه هو الايزوليت؟ بكل بساطه انا دلوقتي اتكلمنا عن الاسync والاويت، ويعني بتعمل لي بلوك للمين ثريد بتاعي، فانا لو جيت عملت حاجه تقيله هتعمل بلوك للمسار بتاعي فانا مش هعرف اكمل. فبكل بساطه لو جينا نتكلم عن الايزوليت، فانت بتيجي تقول الله اكبر الله اعظم، فانت بتيجي تقول لفلاتر افتح لي ثريد تاني. طيب الثريد تاني، خليني بس عشان اوضح المثال اكتر خلينا نرسم الثريد هنا واقول لك انا ليه رسمته هنا. تمام، طيب الثريد التاني ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو شغال بطريقه باراليل مع
الثريد الاولاني. فانت دلوقتي بالظبط انت فتحت 2 ثريدز شغالين بارل، يعني ده ما بيعتمدش على ده ولا ده بيعتمد على ده، ده شغال في حاله وده شغال في حاله، الاثنين بيعملوا اكسكيوشن لفانكشنز مختلفه تماما، بس الاثنين بيخدموا على بعض، لا ده معتمد على ده ولا ده معتمد على ده. طيب يبقى اختصارا كده عشان نلم الموضوع النظري ده كله، امتى الايسنك وامتى هنضطر ان احنا نلجا للايزوليت بتاعنا، تمام؟ طيب الايسنك والاويت ان انت بتعمل ايكوالز مثلا، وده 99% من الابلكيشنز بتاعتنا ان احنا بتروح الداتا عندك في الابلكيشن. فبالنسبه لي دي اوبريشن خفيفه، الايسنك والاويت هتبقى ممتازه جدا ان انت تفتش الداتا وتعرض الداتا لليوزر، مفيش فيها اي مشكله. طيب امتى بقى ما تبقاش كويسه؟ وهنشوف الكلام ده دلوقتي في الاكزامبل بتاعنا. لما تعمل اوبريشن تقيله زي ان انت تريد فايل مثلا، الفايل ده معدي كام ميجا بايت، تمام؟ الفايل ده بالنسبه لي اوبريشن تقيله، فانت هتعمل بلوك للمين ثريد. فانت لا، انت دلوقتي هتلجا للحل الثاني اللي هو الايزوليت، ان انت تفتح ثريد ثاني جنب الثريد الاولاني والاثنين يبقوا شغالين بارل في الاخر. خلصنا كده كلام نظري، خلينا نخش سريعا جدا 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 على الكود بتاعنا، نشرح بس اللي بيجرى، هنشوف الاكزامبل بتاعنا. طيب نقفل الكلام ده. لو جينا بصينا على الكود ده، المين فايل بتاعنا مفيش فيه اي حاجه، خليني ارن الابلكيشن لحد ما نشرح الاكزامبل بتاعنا. طبعا باي شات جي بي تي تقدر تخش يعمل لك نفس الفايل واحط لك السورس كود تحت في الديسكربشن. طيب الكلاس ده او الفايل ده بيعمل ايه بكل اختصار؟ انا بتست 3 سيناريوز. بتست اول حاجه بحاكي ان انا بروح افتش الداتا من الاي بي اي، ده اللي احنا بنعمله في كل الابلكيشنز بتاعتنا. طيب تاني حاجه ان انا بجيب برضو بالايسنك والاويت، بس بجيب التاسكات الثقيله، زي مثلا ان احنا نلود فايل كبير جيسون، فايل جيسون كبير عايزين نعمل له لود في الابلكيشن بتاعنا. وتالت فانكشن اللي هي نفس الهيفي تاسك اللي احنا عملناها فوق، بس هنطبق عليها الايزوليت عشان نشوف الفرق. خليني اشوف الاول هو مش بيعمل رن ليه. طيب خلينا نعمل رن مين الاول. طيب الابلكيشن عمل رن عندنا عادي طبيعي جدا. خلينا نشرح كونسبت الايزوليت او الايزوليت بيعمل ايه بالظبط. طبعا انا هنا ببرنت عادي ما فيش فيه اي مشكله، فده مالناش دعوه بيه. الايزوليت عندنا تعمل اويت على فانكشن اسمها كومبيوت. الكومبيوت دي موجوده اصلا في فلاتر او موجوده في الفايل بتاع الايزوليتس بتاع فلاتر، تمام؟ فالكمبيوت دي بتنفذ الاوبريشن بتاعت الايزوليت. فانت بتبص لها حاجتين، بتبص لها اول حاجه الليسته بتاعتك، او بنحكي موضوع ان انت بتريد الفايل. فلو افترضنا ان دي الفانكشن اللي بتعمل ريد للفايل، طبعا انا مش بريد فايل، انا هنا بجنريت لسته وبعمل لها ديكود، بعمل يعني انكود وبعمل ديكود عشان احكي بس فكره ان انا عندي فايل كبير نوعا ما. وهنا انت عايز الموضوع ده، انا هنا بجنريت 100,000 جيسون يعني، فانا ببصيله الكاونتر بتاعي. تقدر بكل بساطه تقرا عن الكمبيوت او تقرا عن الايزوليت وتشوف بتطبق ازاي. انا جاي بس اوريك الفرق ما بين الايزوليت وما بين الايسنك والاويت العاديه بتاعتنا، تمام؟ ف ببساطه انا عندي 3 بوتونز، كل بوتون بتست فانكشن من الفانكشنز اللي احنا اتكلمنا عنها فوق، تمام؟ اول حاجه لو انا بجيب اي بي اي كول عاديه جدا، فانا عملت الكول ومفيش فيه اي مشكله، مهما كررت هتلاقي ان الانيميشن شغال بشكل طبيعي ومفيش فيه اي مشكله. لو عملت كلير وهنجرب ان احنا نعمل بقى التاسكات الثقيله بالايسنك والاويت. فاحنا لو جينا عملنا كده، ركز على الانيميشن، سيبك من اي حاجه، بص على عارف انت، بص على الانيميشن وهتلاقي ان في لاج او في فريم دروب حصل او دروب فريم حصل.
اول ما بدوس هتلاقي ان الفانكشن تقلت الانيميشن وعملت في فريم دروب. فانا لو جيت عملت كده هتلاقي ان الموضوع بقى بيديلي. تمام. طيب احنا كده عملنا ايه؟ عملنا بلوك للمين ثريد بتاعنا، فهو وقف الدروينج بتاع الانيميشن لحد ما عمل الفانكشن بتاعتنا. تمام. طيب لو جينا بقى طبقنا كونسبت الايزوليت ونشوف الفرق اللي ما بينه وما بين الاسync والاويت. لو جينا دوسنا على تالت فانكشن لان هو عمل وخلص، ركز برضو على الانيميشن، هتلاقي ان الانيميشن شغاله بشكل عادي جدا ولا في اي فريم دروب حصل. عشان انا عملت ايه؟ انا عملت كور تاني او عملت ثريد تاني جنب الثريد المين، وبدا ان هو يشتغل بطريقه بارل. بس كده ده فيديو النهارده، والسلام عليكم.